صدقي ما رايد منك يا عيب هاي التصرفات. بس داحكي وياك استغفر الله العظيم. عيب هاي التصرفات. داحكي وياك ايش بيك اوقفي اللحمه عيب هاي التصرفات. انت ما تستحي بس اتفاهم ما عندك خوات؟ معجب انت ايش عندك تركض وراي صار لك ساعه؟ صدق كذب. اعرفك تعرفني تريد من عندي رقم مثلا شنو؟ هاي ايش بيك بس اتعرف عليه صدق كذب. لا حول الله لا حول الله. بس تعالي جاي بس داحكي وياك رقمي اعرفك تعرفني. عيب هاي التصرفات. على كيف صوتك من العالم. ما عندك خوات؟ لحظه بس داحكي وياك ايش بيك؟ اي ما عندك خوات معناها شنو تحكي وياي؟ من العالم بس على كيفك يعني. داحكي وياك لحظه. اعرفك تعرفني. بس شنو لاحقني صار لك ساعه؟ بابا ناس كتير قررت تكمل طريقها من غير ما تتدخل. بس صوتك داحكي وياك. شنو صوتي؟ ما اسكت. دا اتعرف عليك. يلا دولي منه. لا تعلين صوتك. لا حول الله. انا بس رايد رقمك. لا حول الله استغفر الله العظيم. شلون الم عليك العالم مثلا؟ بس صوتك لا تصيحين هاي ايش بيك؟ يعني حاب الم عليك العالم؟ لو تمشي من هنا. ما تستحي صار لك ساعه تمشي وراي. صوتك يعني من العالم يعني ما رايد منك شيء. يعني تريد تاخذ من عندي رقم غصبا علي شنو؟ لحظة. شنو صاير؟ ما اعرفه يعني ولا يعرفني. بس دا احكي وياها يعني. اريد رقمي. شنو تريد رقمي؟ مو عيب هاي التصرفات. لا بس لحظة ليش تخليني الم عليك العالم؟ اوكي بس صوتك. بس انا اعرفك تعرفني. ايش رايد من عندي؟ على كيفك بس على كيفك. ايش رايد من عندي؟ ايش رايد من عندي؟ بس دا اتعرف عليها. شنو تتعرف علي؟ يعني بس دا اتعرف عليها. ايش عليك؟ تعرف عليها بالشارع. ايش عليك؟ اختك تقبل عليها؟ يعني تقبل؟ ما عندي خوات انا. لا مو طبيعي انت. عيب هاي التصرفات. من امن شرطه وشي تروحي. لا بس ما عندك خوات؟ ما ردت منك شيء. روح من وجهي خلاص. روح من وجهي. ما اعرفك ولا تعرفني. لحظة يا ولد بس لحظة. روح كافي روح يلا. قرايبك هي بس ارد افتهم يعني. لا قرايبي ولا شيء يعني ما عندك غير انت. تعرف عليش ترى مو قصدي شيء. شنو تعرف علي؟ روح. صاحب تجاك روح لك روح. شنو تشرت؟ يلا ايش عليك؟ صدق كذا اعرفك تعرفني. ما عندك خوات؟ اختي تعال بقى عليه تعال فيش وزاد التدخل بقوة وابتدى الكلام الجد. لا تعرف عليه. شو تعرف عليه؟ لحظة بقى عليه قلت تعرف انت؟ الحين ما عندك خوات؟ مو عيب هاي التصرفات؟ يا بدأ لا وكان لازم نتدخل بسرعة. مرحبا. احنا اسفين وترناك بس اهدأ. مرحبا. شلونك يا شلون الصحة؟ أنا آلاء حسين وهذا برنامج اسمه الصدمة. محمد ممثل ونورهان أيضا ممثلة. شفناك نهائيا ما حاولت تحكي وياه، فورا استخدمت ايدك. على شنو يعني شفتها هي يعني تقول له وخر ما ادري شنو هاي ما وخر وكلب وناس ما ادري شنو بعد ما تحملت. احنا اسفين ضايقناك. سبها علينا احنا جدا نعتذر. لكن شفنا موقفك وسحبت انت الى منطقه اخرى. كنت ناوي تحكي وياه والله ناوي كان اسوي غير شكل بس الحمد لله كنت ناوي تستخدم القوه؟ اي طبعا. بس كنت ناوي تضربه؟ والله ضربه اذا ظل يتحارش شوي نضربه اكيد نضربه. مشهد التحرش من المشاهد اللي نشوفها بحياتنا بشكل يومي تقريبا. اي نعم يعني بدا يتحرش تمشي وهي صيحت عليه يعني مو تقول يعني هي بنخش هنا لو فد شيء. بدا يتحارش عليه يعني احنا عراقيين كليتنا يد وحده على شنو حتى يتحارش بعرض. ضايقكم هذا الموقف؟ اكيد يعني هذا كانه واحد مثل اخته يعني يعتبره ما يرضاها. ما ترضى؟ ما ترضى. اصلا موضوع غلط والبنيه جاي تتعرض يعني التحرش يعني مو فد ظاهره حضاريه هي اكيد. تركت شغلك وطلعت تساعد البنيه؟ اي شفت هاي الحاله يعني دائما تصير هاي الحالات مو اول حاله هاي. مو اول حاله يعني. هواي يصير خاصه يمنا هنا نحن. هواي ناس يعني ما عندهم لا اخلاق لا عندهم هواي. مكسوره جناح البنيه. فيعني لازم انه يدافع. بس انت ما تعتقد انه هاي الحاله موجوده؟ همجيه موجوده هي كثيره موجوده في العلاقه هاي بس
لازم يعني نتلافى باكثر الطرق، نحط لها حد. شنو دائما يكون تصرفك من تتعرضين للتحرش؟ والله عدة مرات يعني تصرخين عليه لو تسكتين؟ لا أصرخ عليه. تدافعين عن نفسك؟ ايه دافع. الموضوع هيك ما يتحمل تفاهم عندك؟ يعني هي شلون تعيط؟ ايش عندك وياها؟ يقول لها انا بدي اتعرف عليها وهي تعيط، شفتها بنيه خطيه وفقيره ورجعت لي ورا. عاد ايش ما ادري انت يعني من رجعت لي ورا حسيتها انه حسيتها بانها محتاجه مساعده. زين. احكي شوي قلنا بدي اتعرف عليها. يعني هيك علني قدام العالم وسوق تعرف عليها. استفزني بها بس ما جت تبي عاد بالخطيه. ما خفت ليكون مسلح او يكونوا يا جماعه ممكن ياذوك؟ خلي يكون شيء يكون. مستعد انت بس المهم البنيه تحمي البنيه وخلي شيء يكون خلي يكون عواقب وبعدين